يا صباح الفل عليكم حبايبي، يا صباح السعادة، يا صباح الخير، يا صباح الرضا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وفي سعادة. النهاردة يا بنات حصل لي موقف، يعني مش عارفة إيه في ثواني كده الدنيا لقيت فيكم شر. الواحد بقى الدنيا شاطت ليه في ثواني لقينا نفسنا كده في مشكلة وبنشكل مع بعض. اللي مش عارفة أنا بعد ما قمت كده من النوم، الروتين بتاع الصبح كل يوم الصبح ده طبعا بتقومي تفتحي كده البيبان وتفتحي الشبابيك والابواب، اذا كان مثلا شمس كده تدخل البيت، الحبه بتوع الصبح اللي هم شويه كده الشمس كده تغسل البيت شويه. وطبعا اي بيت في الدنيا لازم يدخل له شمس. وقمت وطبقنا فرشتنا ورحت لطيورنا احطت لها فطرناها، وجيت مفيش حاجه وفطرنا وفمنت الله وقلت ايه احنا هنشوف ايه، هنشوف بقى بعد ما نفطر كده ونغسل مواعين الفطار والحاجات دي هنشوف هنتغدى ايه. ايه جت ابص لقيت انا اتلقيت ما تعرفوش، اتلقيت شكل جوزي بالشاكل، شكلنا كده مع بعض على حاجة تافهة خالص، يعني شكل كده ما تعرفيش جت ازاي. بقينا كلمة يعني كلمة كده بقونا واقفين. الشكل ده من تحت رأسي أنا مش عارفة هو إيه عايز ايه ويجيب ايه، مش عارفة عايز يجيب يعني حاجات كده من الدولاب ويلا هاتي وما اعرفش ايه. وانا بقول له طيب شوية، المهم كلمة جابت كلمة تلاقينا نفسنا ايه بين الشكل على حاجة تافهة وعلى ايه انا بدور على السبب مش لاقية. شكلنا مع بعض شوية كده وزي ما انتم شايفين. جيت قلت طب انا وكلام وما انتش قاعدة وما انتش من يلا ماشي من هنا، يلا مشي من هنا، يلا مشي. طب وانا همشي من هنا. طب وإذا كانت سلمى أنا ما كنتش انا اقعد يعني بكون موجودة في البيت سلمى ما بتاكلش. لو انا مش موجودة في البيت ما بتاكلش. فانا طب انا همشي ازاي؟ طب طيب يا ابن الناس حاضر، حاضر همشي بس اما نعمل نعمل الغدا. لا مش عايز غدا، لا مش عايز غدا. بس انا ما سكتش بقى، طب انا مش عايز غدا امال هسيب ازاي؟ قلت هيجي يبهدل لي الدنيا في المطبخ ويجي يقعد يعمل لي ويعمل لنفسه اكل ويلخبط لي الدنيا طب وانا ليه؟ قلت لا انا هعمل له الغدا كده على قده وبعدين همشي. انا كده كده انا قلت همشي هخرج النهارده اغير جو كده وكده كده الحمد لله اللي جت منه. قلت هخرج اروح عند جماعتنا اهلي يعني وكده اقعد ايه النهارده. بس طب انا همشي وهسيب الدنيا متلخبطه، هيجي يخبط لي الدنيا في المطبخ ويطبخ وايه وتلاقي الجو المطبخ متبهدل. قلت لا تعال، قلت تعالي يا سلمى ايه نعمله الغدا بتاعه وبعدين بقى ايه ناخد بعضنا بقى ونروح النهارده نفك كده ونقعد. إيه اليوم ده مش هنيجي ايه الا اخر النهار، هو اللي عايز كده. قلت ماشي هو عايز كده خلاص. المهم انا عايزه اقعد واستنى هو يلا يلا النهارده يلا. ليه مش عايز حد يقول له يرد عليه ولا يقول له اي كلمه؟ ليه ولا انا بقول له هو ده حصل ده كله عشان تعمل كده بصوت يعني؟ بصراحه يعني صوتي عيله وانا بقول له ده كله بتاعت بصوت يعني لازم. بسبب ايه يعني؟ بسبب ايه العمايل دي؟ بسبب إيه؟ طب واحنا طب ليه ايه اللي حصل عشان العمايل ديت؟ ليه ولنا الاول كده؟ يلا 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 امشي من هنا، يلا يلا مشي النهارده، لا مش قاعده، لا مش عارفه ايه. المهم قلت طب الحمد لله انا كده كده عايزه اخرج اغير جو من البيت. بس قلت هعمل له الغدا الاول، انا قلت هعمل له غدا واسيبه له بقى ايه على البوتاجاز كده يبقى ياكل ويغرف زي ما هو عايز. جبت له كده طلعت كده ايه نص الفرخه طبختها وزي ما انتم شايفين كده. وقلت هطبخ له كده بطاطس فراخ في البطاطس، يعني صينيه بطاطس كده، وعملتها نص الفرخه قطعتها كده وهعملها في الصينيه كده. واطبخ له واطبخ له الاكل يعني الرز وكده، واسيب الاكل وهو حر بقى، وانا هروح بقى افكه بقى ونقعد بقى ايه ونروق دماغنا النهارده ونروح عند عند اهلي يعني كده بعيد عننا بشويه ونقعد النهارده ونريح النهارده. هو عايز كده خلاص. جيت بقى طبخت له رز بشعريه زي ما انتم شايفين، وعملت له برده كل نص الفرخه اللي انتوا شفتوها دي وهعمل له الاكل وهاخد بعضي بقى وافك بقى نروق بقى النهارده واشوف اخواتي واقعد مع اخواتي وكده واقعد مع حبايبي وولاد اخواتي ونقعد شويه ونروق بقى النهارده. وده الاكل بتاعنا عملته له اهوت، هسيبه كده على النار كده وعلى البوتاجاز هطفي عليه وهمشي، بدل ما امشي واسيب الدنيا بقى متبهدله. عملت له الغدا اهم حاجه وهنمشي بقى احنا وهسيب له غدا هو حر بقى. وبعدين حبايب قلبه بصوا ان ده بقى حطوا اللايك والاشتراك في القناه
والفيديو سريع النهارده، ويعني انا اسفه جدا اللي بقول كده، بس انا قلت ايه، لازم كل حاجه اقولها لحبايبي كده افضفض معاهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.